قدم العشرات من الصحفيين والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني مساء الأربعاء 29 من شهر يوليو وقفة احتجاجية بساحة جامع الفنا تضامنا مع الصحفي عزيز بطراح في قضية لمحاصرة المناظرين الفاضحين للفساد والمفسدين. ودعا إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش للتنديد بما تعرض له بطراح مراسل جريدة الأخبار من اعتداء لفظي وتعسفي ومصادرة بطاقته الوطنية على يد السلطات المحلية بساحة جامع الفنا أثناء القيام بواجبه المهني. راسلنا كل من السيد وكيل الملك والسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل من أجل فتح تحقيق في هذا الاعتداء الشنيع اللي تعرض له الزميل الصحفي وكذلك اللي تعرض له البائع المتجول اللي حنا عاودوا بغيو يرجعونا للسنوات اللي عشناها من قبل اللي أدى فيها المغرب غاليا، ونحن ندين كذلك هذه الممارسات اللي تمثل الشطط استعمال السلطة استعمالات السلطات المحلية، وتنطالبوا بفتح تحقيق عاجل وتقديم كل من كانت له مسؤولية إلى القضاء. شكرا. بصوت موحد نددوا المحتجين بعمليات القمع التي تهدف لتكميم الأفواه والمس بحرية الصحافة، مؤكدين على ضرورة احترام القوانين التي تكفل حرية التعبير للجسم الصحفي.